السلام عليكم. تعالي أقولك 5 خطوات محتاجة تعمليهم لو عايزة تزودي فرص حدوث الحمل عندك بشكل طبيعي تماما. أول حاجة وأهم حاجة في الموضوع هي العلاقة الزوجية المنتظمة. ودايما بتسأل يعني إيه علاقة زوجية منتظمة؟ يعني علاقة زوجية على الأقل مرة يوميا، أو يوم ويوم لأ، أو كل 3 أيام مرة، مش أقل من كده. طب بالنسبة للستات اللي جوازهم بيسافروا بيروحوا ويجوا وأغلب الوقت مش موجودين، دول ليهم نصيحتين مخصوصين في آخر الفيديو هنقولهم إن شاء الله. يبقى لو انت وجوزك موجودين في نفس المكان، مهم العلاقة تكون منتظمة بالشكل اللي وضحناه. هل في وضع معين للعلاقة بيزود احتمالية حدوث الحمل؟ لا إطلاقا. كل الأوضاع في الآخر بتؤدي لنفس الغرض، ألا وهو وصول الحيوانات المنوية لعنق الرحم ومنها تدخل جوه الرحم ويحصل زيادة في فرص الحمل. طب هل أنا محتاجة أرفع وسطي أنام على ظهري فترة بعد العلاقة ولا لأ؟ لا، برضو مش محتاجة تعملي ده، لأنه ببساطة اللي بينزل منك مع الحركة بعد العلاقة هو السائل المنوي وليس الحيوانات المنوية. والسائل المنوي وظيفته حاجتين: أول حاجة إن هو يوصل الحيوانات المنوية لعند عنق الرحم وده بيحصل وقت الإنزال. تاني حاجة إن هو يغذيها في المرحلة بتاعة النزول دي. بعد كده الحيوانات المنوية بتتجمع عند عنق الرحم وبعدين تبدأ تتحرك وتدخل جوه الرحم بدون السائل المنوي. عشان كده لما بتبدأي تتحركي بينزل منك سائل، ده كده كده حتى لو نمتي على ظهرك مش هيدخل جوه. يبقى أول حاجة العلاقة المنتظمة. تاني حاجة علاج الالتهابات المهبلية. يا جماعة، علاج الالتهابات المهبلية شيء مهم جدا وحيوي جدا، لأنه ببساطة لما بنسيب الالتهابات لفترة طويلة، أول حاجة هتخلي العلاقة مؤلمة وبالتالي هتقلل عدد مرات العلاقة فمش هتبقى منتظمة. تاني حاجة كمان هتأثر على البي اتش أو التوازن الحمضي الطبيعي اللي موجود في المهبل وفي عنق الرحم، وبالتالي تأثر على الحركة بتاعة الحيوانات المنوية وممكن يصل إلى إن هي تقتل الحيوانات المنوية بعد العلاقة. عشان كده علاج الالتهابات المهبلية بانتظام والتهابات عنق الرحم تحديدا مهم جدا طول الوقت. وما تاخديش العلاج اللي كنت بتاخديه قبل كده ولا تستخدمي الغسول المهبلي عشان تعالجي نفسك. روحي للدكتور وخدي العلاج اللي هيوصفه لك. تالت خطوة هي الحفاظ على وزن صحي. طب الوزن الصحي لو انا ما عنديش تكيس مبيض بيفرق في ايه؟ بيفرق في انه اي زيادة في الدهون بتاعة الجسم بتعمل لنا خلل هرموني وبتأثر بشكل سلبي على جودة التبويض والبويضات اللي موجودة على المبيض. عشان كده كل ما اقتربنا من الوزن الصحي السليم المناسب لطولنا، كل ما كان جودة تبويضي وفرص حملي بشكل طبيعي أفضل. ده غير كمان إنك لما هتوصل لوزن صحي ده هيحميكي من المشاكل والمخاطر اللي ممكن تواجهيها أثناء الحمل مع زيادة الوزن المفرطة، زي احتمالية إن يحصل جلطات لا قدر الله، وبالتالي احتمالية إن يرتفع ضغط الدم أو سكر الدم أثناء الحمل. فيبقى احنا تالت خطوة بالنسبة لنا الحفاظ على وزن صحي. رابع خطوة ألا وهي علاج الاضطرابات أو المشاكل المزمنة اللي عندك. يعني لو عندك أنيميا لازم تاخدي دواء الحديد بشكل منتظم. لو عندك اضطرابات في الغدة الدرقية لازم تلتزمي بالعلاج بتاعها. لو عندك سكر مزمن لازم تظبطيه كويس جدا. ده كله هيفرق معانا قوي في فرص الحمل إن شاء الله بشكل طبيعي. خامس حاجة وهي نقطة محورية جدا ومهملة ألا وهي الصبر. عايزة أقولك إن كل ما استنيتي وكل ما انتظمت العلاقة وظبطنا كل حاجة احنا قلناها في ال4 خطوات اللي فاتت، كل شهر بيعدي عليكي بيزود فرص الحمل الشهر اللي بعديه. عشان كده ما تلجئيش انك تاخدي اي علاجات او تدوري على ليه الحمل متأخر غير لما يعدي على الاقل 12 شهر من محاولتك لحدوث الحمل وما حصلش حمل. الا لو انت فوق ال 35 سنة فساعتها بنستنى 6 شهور بس ثم نلجأ للدكاترة على طول. طب بالنسبة بقى للستات اللي جوازها بيسافروا محتاجين يعملوا ايه؟ اول حاجة الراجل محتاج يعمل تحليل سائل منوي، وفي 3 حاجات بنبص عليهم في تحليل. اول حاجة هتكون هي عدد الحيوانات المنوية، تاني حاجة نسبة التشوهات، تالت حاجة الحركة بتاعت الحيوانات المنوية. دي اهم حاجة نبص عليها عند الراجل. طب بالنسبة لك انت هنعمل ايه؟ هنعمل متابعة تبويض، هنعمل أشعة تلفزيونية مهبلية نقدر نتابع بيها التبويض بتاعك فنبقى متأكدين ان بيحصل عندك تبويض بشكل جيد والبويضة بتوصل لحجم مناسب.
اخذ التنشيط في المرحله دي هيكون ضار جدا ليكي، مش نافع. ليه؟ لان انت لو عندك تبويض جيد بالفعل، فانا لما هدي تنشيط هيخلي المبيض بتاعي يبذل مجهود زياده علشان خاطر ان هو يطلع لي بويضه او عدد بويضات اكتر او اكبر، وبالتالي ممكن بعدين البويضات دي ما يحصلش منها تبويض جيد، فيبقى انا اخدت علاج علشان يحصل عندي حمل، انتهيت بان انا بقى عندي كيس على المبيض، مضطر استنى ان هو يروح قبل ما ابدا ادور على ان التبويض يرجع ينتظم تاني. ففي الفتره دي مهم جدا انك ما تاخديش تنشيط طالما اطمنتي ان تحليل جوزك كويس وان انت تحليلك كويس، وفي اقرب وقت تقدروا ان انتوا تكونوا موجودين مع بعض فترة طويلة، سواء انت تسافري او هو يستقر في المكان اللي انت موجودة فيه، هيكون افضل. ده غير انه متابعة التوقيت بتاعة التبويض او ان احنا ننتظم على علاقة زوجية منتظمة، اول حاجة قلناها في الوقت اللي موجودين فيه مع بعض، ده برضه هيزود فرص حملك بشكل طبيعي ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة لو انتوا حبيتوا انكم تتابعوا الفيديوهات، ولايك لو الفيديو افادك، وسيبي لو انت عندك سؤال بخصوص الموضوع ده او عندك موضوع تحب ان احنا نتكلم فيه، سيبيه في الكومنتات. اشوفكم على خير.